أسفرت الجولة 25 من دوري الجزائري للمحترفين عن النتائج التالية: تعثر متصدر مولودية الجزائر أمام اتحاد خنشلة بتعادل هدف في كل شبكة على أرضية ملعب خنشلة، وبهذا تعثر أجلا حسم اللقب. أما الملاحق سابق شباب قسنطينة فشل في فوز، أما شبيبة القبائل واكتفى بتعادل 0-0. بهذه نتيجة تراجع إلى صف الثالثة، فيما صعد شباب بلوزداد إلى وصافة الترتيب بعد فوز على نجم بن عكنون. أما اتحاد العاصمة حقق أهم أمام مولودية البيضية واستقر في مكانه في ترتيب، أما وفاق سطيف فحافظ على مركزه الثالث بعد الفوز السهل أمام اتحاد السوفي بنتيجة عريضة 3-0. أما صراع البقاء فقد حقق مولودية وهران نقطة ثمينة خارج ديار إمام اتحاد بسكرة جعلته يتنفس. أما باقي نتائج فهي كما يلي، وكذلك ترتيب العام.